فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله: فالإعراض عن ذكر الله منشأ الجهل، ويمضي صاحبه متخبطا في ظلمات الجهل، فيكون مآله ونهايته ومصيره هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة، أن يحشر أعمى، ويقول لم حشرتني أعمى، فيقول أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فكتاب الله تبارك وتعالى بين أيدينا، وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، فلنجعل منهما نبراسا نستضيء به في ظلمات هذه الحياة، فنعرف ما يجب علينا لله سبحانه وتعالى، وما يجب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما يجب للأسرة، وما يجب نحو المجتمع، وما يجب نحو المسلمين. من كتاب مرحبا يا طالب العلم.